السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم النهاردة هنعمل بانيه الأزمات، المواقف الصعبة. عايزة تيجي كده من بره بسرعة بسرعة تعملي شوية بانيه وشوية مكرونة. هنعمل مع بعض النهاردة البانيه اللي هينقذك بإذن الله، بانيه ال5 دقايق. هنعمله ازاي؟ يلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجه هنعملها، هنجيب بصلتين كده متوسطين او بصلايه واحده كبيره، وهجيب المبشره واجيب طبق حلو كده، وتروحي بشره يا ستي بقى البصلتين على الاخر كلهم كده كاملين زي ما هتشوفي كده بالشكل ده. ودي الناحيه اللي بنبشر بيها البصل. بصي كده في الطبق الاول، وبعد كده بروح حاطه بشر البصل ده كله في حاجه غويطه زي البوله دي كده، واروح حاطه عليه شويه ملح عشان ينزل ميته. احنا دلوقتي هنعمل ميه البصل اللي ياما بتسالوا عليها، وافضل اقلب فيها كده شويه واسيبها. بص الاقي بعد شويه ما كملتش 3 دقايق وراحت منزله الميه بتاعتها كلها. بعد كده هروح جايبه الصينيه الاصليه اللي هتبل فيها البانيه نفسه، فاهمين ازاي؟ واروح جايبه مصفى سلك وانزل بالبصل بميته كله. هتلاقي رشه الملح اللي حطيناها على البصل وركناها بيه عملت شويه ميه بصل عسل. نروح مصفينه كده بالشكل ده في الصينيه، ونتبل بقى ميه البصل نفسها. هنحط ملح وفلفل، توم باودر وبصل باودر، واصل التطعيمه الحلوه لو عندك مستردة يا سلام، بقى عندك كنز في المطبخ. هتاخدي من المستردة يا دوبك كده حوالي معلقه على الميه البصل بالتتبيله. انا دلوقتي حطيت ملح وفلفل توم باودر وبصل باودر، وبقلبهم كده الاول لغايه ما يدوبوا، وبعدين نص ليمونه واروح عصراها كده واقلب كله في بعضه. وبعد كده هنجيب بقى يا ستي المستردة ونحطها في ميه البصل بالشكل ده. طب لو ما عنديش مستردة هنزود الليمون، يعني بدل نص ليمونه هتبقى ليمونه كامله. بس كده. بس المستردة بجد خليها دايما عندك في تتبيلات الفراخ بالذات، بتبقى حلوه قوي. دي بذره كده كانت واقعه في الليمون. كده خلاص التتبيله جاهزه. تروحي جايبه البانيه بقى بتاعك اللي زي الفل ده، واروح حطاه على طول في التتبيله وخلاص. انا تبلته يا ستي على طول، هيشرب التتبيله اللي فيها الليمون وفيها التوابل والمستردة، وميه البصل بتطري الانسجه بتاعته جدا جدا. ومفيش تفل بصل يبقى عامل عازل بين البانيه وبين الغلاف الخارجي فيفك منك في الزيت. بعد كده بعد بقى ما نقعته زي ما انتم شايفين في الصينيه، هروح جايبه بوله تانية حاطه فيها بيضه واحده لكيلو البانيه. يعني كمان الطريقه دي مش منجزه بس، لا دي موفره في البيض كمان. هي بيضه واحده بس الكيلو البانيه، وحطيت عليها فلفل اسود وضربتهم في بعض لغايه ما سيلت البيضه تماما. وبعد كده نص كوبايه لبن، وبرده اروح ضرباها كده معاها، اخلي اللبن والبيض كده ايه يتداخلوا كده في قلب بعض مع الفلفل الاسود. بس كده. وبعدين بنروح حاطين معلقه كبيره دقيق في الاخر خالص، وبقلبه علشان انا عايزه الخليط ده بتاع البانيه ده يبقى شويه سميك كده. بس كده انا خلصت كل حاجه واختصرت طبقات، وكمان ما حطيتش بيض كتير ولا اي حاجه. بصي، ولا هتحطي اللبن بالبيض لوحده، ولا هتحطي الدقيق لوحده وتقعدي تاخدي في الدقيق، تحطي الاول في الدقيق وبعدين من الدقيق للبيض للبن وبعدين في البقسماط. لا، كل ده اختصرناه زي ما انتوا شايفين كده. هي جاهزه دلوقتي. هجيب بقى البقسماط، وانا دايما بحب اجيب الفيجيتار السايب ده من عند العطار، بيبقى اصلا متبل وطعمه حلو جدا. ما عندكيش وهتستخدمي بقسماط سايب، ما فيش مشكله، حطي عليه رشه ملح، وبرده حطي عليه توم باودر وبصل باودر، هيبقى برده متطعم وحلو قوي. صينيه كده، وجيت في نص فرشت كده رشة فيجيتار صغننة، والنص التاني فيها الكوم بتاع الفيجيتار. باخد حتة البانيه من التتبيلة دي على البقسماط على طول، البقسماط اللي هو الفيجيتار ده او ده يعني، على طول كده واضغطي عليها وخلاص البانيه جهز معايا. يا جماعه انتوا متخيلين السهوله؟ متخيله انت لو جايه من بره متاخره وهو قرب يجي والولاد جعانين، تروح على طول جايبه لك نص كيلو بانيه ولا كيلو بانيه، تروح عاملاه وانت واقفه كده ومولعه على المكرونه، البانيه هيخلص قبل المكرونه. قبل ما المكرونه تتسلق في ميتها هيكون البانيه اتعمل واتقلى كمان. بصي، باخد على طول من التتبيله السايله دي اللي فوق بعضها كلها على طول البقسماط او الفيجيتار بالشكل ده. بصوا بقى عامل ازاي. يلا بينا على الزيت على طول، شويه زيت على النار يسخن كويس قوي، وبعد ما يسخن كويس قوي اروح موطيه النار للوسط، وما تحطيش كتير في الطاسه، يعني يا دوبك كده 3 ب3. وزي ما كنت بوريكي دلوقتي، اوعي تحطي كبشه الزيت علشان الغلاف الخارجي بتاع البقسماط اللي عملناه ما يسيبش البانيه.
بالشوكه زي ما انت شايفه، بفضل اقلب فيها كده بالشوكه يا ستي. بعد كده كشت شويه والطاسه وسعت، اروح حاطه الرابعه بتاعتهم. يا سلام عليا، يا سلام يا سلام. بصوا كده اهو، شايفين اللون جميل ازاي، وما حطيناش ولا كركم ولا حطينا اي حاجه، والغلاف شايفين ثابت وزي العسل ازاي. وعايزه اقول لكم ريحته كانت ما شاء الله ماليه الدنيا. بصوا الجمال، كل اللي رايح واللي جاي ايه ماما بتعمل بانيه، ماما بتعمل بانيه. بصوا شكله في الاخر، ورشه زعتر بقى لو موجوده عندك كده على الوش كده في الاخر، ودوقوا احلى شويه بانيه يا جماعه. ده بانيه الزنقات، ده بانيه الانقاذ السريع، زي ما انا سميته بانيه ال5 دقايق. وكمان زي ما شفتوا قد ايه موفر في البيض معانا، وموفر لي في الوقت، وما خدش مني غير فعلا فعلا 5 دقايق بالظبط. يلا بقى اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وادعوا لي دعوه حلوه.